عاشقی و دانایی تو به زمان کس نبکردن من کس نبکردن من kurd jindedin Şimdi bir de takibi hala buradan Şimdi bir de takibi hala buradan Hem kurdin rengi koru şureşin Serdekün günadiyan medalişan Serdekün günadiyan medalişan Kesne bir kurdinlerin Kesne bir kurdinlerin Kurd jindedin Şimdi bir de takibi hala buradan Şimdi bir de takibi hala buradan Hem kurdin Meryavutey müslemin Bil iman fadiman her iştiman Bil iman fadiman Kurdu Kurdistan Kesneli Kurdinlerin Kesneli Kurdinlerin Kurd jindedin Şimdi bir de takibi hala buradan Şimdi bir de takibi hala buradan Davi Kurd ra Bu yeserfi ve şiran Babıkın neşindekin Taci cihan Babıkın neşindekin Taci cihan Kesne bir Kurdinlerin Kesne bir Kurdinlerin Kurd jindedin Şimdi bir de takibi hala buradan Şimdi bir de takibi hala buradan Kurdinum hep hazır o amadene Can feda ne can feda her can feda Can feda ne can feda her can feda مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم مشاهدي بيف تي في الأكارم وأهلا بكم في هذا اللقاء الخاص جدا عن الإعلام السوري ودوره في الأزمات والكوارث الإنسانية وما أكثرها في حياة الإنسان والوطن السوري منذ أكثر من نصف قرن بحيث أصبح الألم والمآسي أهم رفيق وعنوان لحياة شعبنا المنكوب حتى بالكوارث الطبيعية بداخل الوطن وفي مخيمات اللجوء بالخارج والذي يحتم على البشرية جمعاء الوقوف معه وإغاثته بكل الإمكانيات المستطاعة ولكن ذلك لم يحدث بالشكل المناسب والمطلوب وإنما خضع ذلك لموازين السياسة ومصالحها القذرة فهل العلة فينا كسوريين عامة والمؤسسات خاصة أم في القوى الدولية التي ما زالت تتلذذ بآلامنا المأساوية منذ أكثر من 12 عاما تحديدا ذلك ما سنناقشه الليلة وتحديدا دور الإعلام السوري بكل أنواعه وألوانه ووظيفته الأساسية في إخبار العالم عن أهوال مصائبنا العديدة مع الصحافي والسياسي السوري فرحان المطر وهو لاجئ سياسي في فرنسا وأول منشق عن التلفزيون السوري بتاريخ 10/6/2011 حيث كان معد لبرامج عديدة من مواليد الرقة عام 1956 وعضو رابطة الصحفيين السوريين وكذلك رابطة الكتاب السوريين وله العديد من المجموعات القصصية والأفلام الوثائقية. أهلا وسهلا بكم أستاذ فرحان ونورت شاشة بيف تي في.
مساء الخير وأهلا وسهلا وتحية لمشاهدين قناتكم الأفاضل. تسلم. باقي أستاذ فرحان، لابد باسمك واسم كل مشاهدي بيت تي في لابد أن نشكر الأستاذ الزميل عبد الباقي الحسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد الذي يخرج هذه الحلقة من وراء الستار. له منا جزيل الشكر. أستاذي الكريم، هل توافقني أولا على ما جاء بالمقدمة المختصرة عن الألم والمآسي السورية؟ ربما أزيد على ما ذكرت الكثير من الأوجاع الشخصية والآلام الشخصية التي أشعر بها كمواطن سوري، كإنسان سوري يعاني جزء من أهله في المناطق المنكوبة، إضافة لكل ما ذكرت. من هنا أريد القول بأن ما حدث هو كارثة جماعية، كارثة إنسانية تعني كل إنسان فينا. أقصد هنا كل إنسان سوري، لأنني أكاد أجزم أنه لا يوجد أي إنسان سوري إلا وله علاقة مباشرة شخصية من خلال أحد أفراد أسرته أو أقربائه أو جيرانه. إذن هذا الألم الذي يجتاحنا جميعا وهذا الحزن الذي يلفنا جميعا، نحن الآن في حضرة أرواح زهقت غادرتنا خلال ساعات. نحن الآن في ظل الكارثة، نحن الآن في قلب الكارثة، في قلب الوجع. فأكيد أنا أتفق مع كل ما تفضلت به بمقدمتك أستاذ سليمان. شكرا جزيلا. أستاذ فرحان، غضب الطبيعة تكرست للسوريين بأفظع آلامها المأساوية، وخاصة في جنديرس وعفرين المحتلة وفي مناطق الساحل وريف حلب، وذلك كله وسط التخاذل المشين من قبل النظام ومرتزقة تركيا من ما يسمى بالجيش الوطني السوري عبر منعهما دخول المساعدات الفورية إليها. لماذا منعوا في ظل هذا الهول من الألم؟ دعني أبدأ بالشطر الذي يخص النظام السوري. النظام السوري الذي تولى مهمة قتل وتهجير وتشريد السوريين وإذاقتهم الموت بكافة الأشكال وبكافة الأصناف، حتى أنه اخترع أشكالا جديدة للموت لم تكن مسبوقة لدى حتى هتلر، مثلا البراميل المتفجرة. فهذا النظام الذي منذ أكثر من 12 عاما يتولى هذه المهمة، هل نتوقع منه أن يكون غيورا على هذا الشعب؟ بالعكس، لقد قرأنا بعض التعليقات لبعض الموالين لهذا النظام والمغالين في موالاتهم، يقولون بأن هذه الكارثة وفرت على الجيش السوري المزيد من الصواريخ. تخيل إلى أي درجة من الحقد. فالنظام هو عدو للمواطن السوري، فمن الطبيعي أنه سيفرح بالموت لأنه جاء على يد الطبيعة. هذه المرة ليست على يد النظام. كويس؟ طيب، فيما يخص الفصائل الأخرى، كل من منع إدخال المساعدات وكل من شارك بسرقة المساعدات ونهبها أيا يكن فهو لص وهو خائن لدماء هذا الشعب. هنا لا توجد صفة إنسانية يمكن أن أطلقها على أي كان، سواء من النظام أو من الفصائل المأجورة.
التابعة التي تنفذ أجندات خارجية. إذن هناك شعب منكوب، وهناك مساعدات تقدم من أبناء هذا الشعب ومن دول الجوار أحيانا ومن العالم، وهناك لصوص يقفون بالمرصاد لمقاسمة هذا الشعب. إنه من العار أن أرى أو أسمع أن مثلا فصيل العمشات أو هذا أبو عمشة يقاسم أو يقسم المناطق المنكوبة كغنائم لأفراد عصابته. أي ضمير إنساني؟ بماذا اختلف هذا اللص وفصيله وعناصره عن ما يحدث في مناطق النظام؟ مناطق النظام حيث تصل المساعدات من دول العالم إلى النظام باعتباره كما هو مفروض أنه للدولة السورية لكل السوريين تصل في المعابر الرسمية، يعني عن طريق مطار دمشق الدولي. بعد ساعات فقط تنزل هذه البضائع. هنا صار اسمها بضائع، كان اسمها مساعدات، حولها اللصوص وراعيهم الأول اللص الكبير المافيوي بشار الأسد وعصابته، حولوها إلى بضائع ونزلت إلى الأسواق علنا. هذا الكلام منشور ومثبت بالصور والفيديو في أكثر من منطقة. حدث هذا في طرطوس، حدث هذا في اللاذقية، حدث هذا في دمشق. هذا الكلام الخطير هو برسم العالم، برسم الأمم المتحدة، برسم الدول الأوروبية التي ترسل المساعدات. يجب أن يفهم هذا العالم ببساطة أن من قتل هذا الشعب ليس حريصا على إنقاذه. هذه هي النقطة الأولى التي أبدأ فيها حول موضوع المساعدات المرسلة للمنكوبين، لأهلنا، لضحايانا في شمال وغرب سوريا وفي اللجوء في تركيا. يعني نستطيع أن نقول المجرم بشار خلف إرهابي هؤلاء الفصائل وبشار متفقين على النهب والسرقة وحتى سرقة الجثث. اليوم ميليشيات بشار، ميليشيات حزب الله في دير الزور قتلت حوالي 200 شخص، وقالوا هذول من ضحايا، ودير الزور ما كان فيه لا زلزال ولا شيء. يعني اليوم أذاعتها القناة العربية الحدث، يعني هذا الموضوع. تصور يعني استغلال هذا الهول لقتل المزيد من شعبك، فأي قائد هذا؟ إنه سليل عصابة مافيوية كما ذكرت. ليس غريبا أن تكون هذه العصابات الإرهابية المجرمة التي تنتشر على مساحات واسعة من الأرض السورية أن تكون متماهية مع أساليب النظام. للأسف الشعب السوري بريء من كل هؤلاء. الشعب السوري الذي قام بالثورة، ثورة الكرامة وثورة الحرية والديمقراطية، ومن أجل بناء دولة قانون وليست مزرعة. من المؤسف أن يخرج أناس يدعون أنهم أبناء هذه الثورة ويقومون بممارسة نفس أساليب النظام بالتعفيش والخطف والفرض الأتاوات، وفي أكثر من منطقة سورية. هؤلاء نحن بريئون منهم، الثورة السورية بريئة منهم. هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم كمجرمين، إلا أنفسهم كعصابات، ويمثلون من يحميهم ومن يدفع لهم مبررات الوجود. صدقت أستاذي الكريم. يعني لنعود إلى موضوع الإعلام. الإعلام يسمى
أو يعرف بأنه مرآة المجتمعات الحرة ونواة بناء حضارتها. البريطانيين يقولون عن الإعلام إنها السلطة الأولى لأنها تراقب السلطات الثلاثة الأخرى وليست الرابعة. هل الإعلام السوري الموالي والمعارض عكست في دورها بالثورة السورية وواجبها في المآسي الأخيرة؟ الحديث عن الإعلام السوري خاصة هو حديث ذو شجون. دعني يعني أقسم المسألة إلى شطرين للمناقشة فقط. الشطر الأول ما يتعلق بالإعلام السوري الرسمي، أي إعلام النظام، ثم لاحقا أعود إلى الإعلام الآخر، وليكن دعنا نسميه إعلام المعارضة أو القنوات التي وجدت. الإعلام الرسمي السوري منذ البداية، بداية الثورة في 2011، منع كل وسائل الإعلام العالمية غير السورية من الوصول إلى مناطق الأحداث. هو احتكر التغطية. لو كان هذا الإعلام مع احتكاره للتغطية إعلاما حقيقيا، إعلاما موضوعيا ولو بدرجات بسيطة، لكانت المسألة مفهومة. ولكن النظام منذ اللحظات الأولى قرر إبعاد ومنع بكل الأشكال وكل الوسائل، يعني منعا بدءا من منع إعطاء الإذن والترخيص للمراسلين وللكاميرات بأن تصل إلى مراكز الحدث. هذا أولا. ثانيا، كل من يخالف ويدخل عن طريق غير نظامي ويلقى القبض عليه فمصيره المجهول. وقد شهدنا الكثير من حالات الاعتقال لمراسلين وقتل لمراسلين بحجة أنهم كانوا ضمن مناطق بين قوسين ما يسميها النظام السوري الإرهابيين. وكلمة الإرهابي بالنسبة للإعلام السوري تعني كل مواطن سوري وقف يطالب بالحرية ضد هذا النظام. كل من وقف مع الثورة، كل من وقف مع الثورة. طبعا الإعلام السوري لم يكتفي بأنه احتكر الساحات، ساحات الأحداث، ساحات المظاهرات، ساحات الثورة، لم يكتفي بهذا، بل بدأ ومنذ الأيام الأولى وبطريقة ممنهجة ومدروسة بفبركة وصناعة وإخراج أحداث ليست موجودة على أرض الواقع. سأضرب مثلا بسيطا. في بداية الثورة ظهر فيديو من درعا بثه المركز الإذاعي التلفزيوني في درعا. هذا الفيديو كان يظهر بشكل واضح بعض العناصر الملثمين يحملون سلاح ويطلقون النار باتجاه، على أساس أنهم يطلقون النار على المتظاهرين. التلفزيون السوري يقدم تعريفا لهؤلاء الملثمين. من هم؟ يقول هؤلاء المندسون. والكل يتذكر أن الإعلام السوري دأب في الفترة الأولى على وصف كل معارض بأنه مندس أو عميل للخارج. طيب، عند هذه النقطة طبعا، وهو كان يريد من خلال هذا الفيديو ومثيلاته، كان يريد أن يقول بأن المتظاهرين السلميين الذين كانوا يخرجون كان هناك مندسون، أي طرف ثالث هو الذي يقوم بضربهم وقتلهم، وهذا الفيديو دليل عليهم.
أي أنه ينفي أن تكون سلطات النظام السوري من شرطة وشبيحة وجيش لاحقا هي التي كانت تقوم بالقتل. في هذا الفيديو كان يظهر بشكل واضح جدا لكل من يتابع هذا الفيديو كيف كان هؤلاء الملثمين ينظرون تماما إلى عين الكاميرا. كيف لشخص غريب مندس كما يقول التلفزيون السوري والإعلام السوري وملثم، يعني هو متواري عن الأنظار، هو يحاول إخفاء نفسه، كيف وصلت إليه الكاميرا وكيف نظر بعين الكاميرا؟ هذا واحد من المسرحيات سيئة الإخراج التي يقولها والتي دأب عليها النظام السوري. مثال آخر، صناعة بعثية بامتياز يعني. تماما. المثال الآخر، الكل يذكر حادثة البيضة، ما جرى في البيضة عندما قام الشبيحة بتجميع الناس في ساحات البلدة والدعس عليهم. التلفزيون السوري أجرى ندوة على الهواء مباشرة واستضاف محللين وكانوا ينفون أن يكون هؤلاء الشبيحة سوريون، وقدموا الدليل على أنهم غير سوريين وأن هذا المكان ليس في سوريا. أولا ادعوا أنه في العراق، ثانيا ادعوا أن هؤلاء الشبيحة هؤلاء عناصر بشمركة بدليل أنهم يلبسون بوط رياضة غير موجود عند السوريين. كذب رخيص رغم كل الأدلة التي تقدم. مثال ثالث عن كذب الإعلام السوري هو أيضا الفيديو الشهير عندما قالت قناة الدنيا بأن المتظاهرين الذين كانوا انطلقوا من جامع الحسن في حي الميدان يطالبون بالحرية، قالت أنهم كانوا يشكرون الله على نعمة المطر. هذه بعض الأمثلة البسيطة الصغيرة على كذب هذا الإعلام السوري الرسمي وعدم حياديته. وأنا قلت منذ الساعات الأولى وحتى قبل أن أخرج عن هذا الإعلام أن هذا الإعلام شريك في قتل المواطن السوري، شريك في الإعلام مستمد من وزير الإعلام النازي جومبرز أنه أكذب 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 حتى تصدق نفسك فيصدقك الآخرون. تماما تماما تماما. طيب إذا كان هذا الإعلام الرسمي السوري هذه بداياته منذ أن بدأت الثورة، طبعا حتى قبل الثورة كل سوري يعرف أن الإعلام السوري كاذب، ويعطون مثلا أن هذا الإعلام لا يصدق حتى في النشر الجوي. هذه نقطة بديهية يعرفها الكل. طيب هذا الإعلام الذي رافق آلة القمع الرسمية السورية من قوات جيش وشرطة وشبيحة وكان يبرر لهم. سأذكر مثال أيضا لو سمح لي الوقت. تفضل. لو سمحتم لي بهذه الاستفاضة، ربما هناك بعض المعلومات قد لا يعرفها الجميع يعني وهي مناسبة أن أبوح بها. هناك مثلا أستاذ فرحان، هناك مذيع سوري اسمه جعفر أحمد، مذيع نشرة أخبار رئيسية معروف، كان يشارك بنفسه في قمع المظاهرات، يستخدم الهراوات حين كانوا بدأوا بالهراوات مع الشبيحة، كان يرافق الشبيحة وقوات الشرطة والجيش والفرقة الرابعة ويذهب إلى المناطق الساخنة في العاصمة، برزة، القابون، دوما. وعندما يرجع إلى التلفزيون كان يدخل إلى غرفة المذيعات، في التلفزيون غرفة اسمها غرفة المذيعات، كان يدخل إلى المذيعات ويخرج الهراوة تبعه وهي ملطخة بالدم
ويضعها على الطاولة ويتباهى ويقول: امبارح كنا ببرزة، اليوم كنا بالقابون، وهذا الدم من الكلاب العرصات اللي كانوا ما يتظاهروا. إذا من يعمل في الإعلام الرسمي السوري ويصمت هو شريك، فما بالك بهؤلاء؟ هؤلاء يجب محاسبتهم ويجب توثيق أفعالهم تماما مع الأسماء والوقائع كاملة. طيب، أنتقل إلى الشق الآخر. الشق الآخر إعلام المعارضة. الآن أمامي صورتين، يعني لقناتين، يعني قناة تلفزيون سوريا وقناة الأورينت. يعني لا أعرف إذا كان في غيرهم الآن، يعني ما زال موجود. في أحسن الأحوال هاتان القناتان يعني العمل فيهما ليس احترافيا، ليس مهنيا، ويخضع أيضا للمزاجية، وبالتالي هذا يفقدهم الكثير من الموضوعية. وبأحسن الأحوال ومع فرض أحسن النوايا هم ليسوا بالمستوى المأمول من أن يكونوا يمثلوا إعلاما موازيا أو مناهضا لإعلام النظام، لأن إعلام النظام سياسته المعلنة المتفق عليها هي الكذب الكذب الكذب، كما ذكرت مثال غوبلز، إلا أنهم ليسوا أفضل حالا. تصور أستاذ فرحان، إحدى القنوات كان يبث عليها عرعور برنامجه، كان ينادي في بداية الثورة، ينادي: انتظروا البشرى يا أيها السوريين، فالنساء العلويات والكرديات جاريات لكم قريبا، وهكذا. تصور أي قناة تبث وأي شيخ هذا وأي، يعني هذا يعكس أنه فعلا ما في اختلاف، نفس تربية الشوفينية، نفس تربية الإرهاب. يعني واحد مجرم واحد إرهابي، يعني أيهما نحتار، أيهما مجرم؟ هل بشار مجرم أم هؤلاء الفصائل هذه ما تسمى لا طبعا مجرم الأول والأساس هو بشار، هذا لا خلاف عليه. الأب الروحي يعني لكل الإجرام السوري، هذا الأب الروحي والملهم لكل المجرمين. أما بخصوص العرعور ومن شابه العرعور ومن تبنى نفس الخط، عراعير كثيرة يعني، وحتى العميد الزعب يا أكراد أنتم كذا، يعني هذا الإعلام أنه أنتم، يعني كان يوصف الكرد بمواصفات بذيئة. طبعا ذلك يعكس تربيته الاجتماعية والسياسية يعني، ولكن هذه النماذج كيف قنوات. قبل أن نصل أستاذ سليمان إلى موضوع الكرد كتفصيل، نحن الآن في بداية الثورة، يعني أركز على تلك الفترة. في تلك الفترة عندما ظهرت هذه الظواهر، العرعور ومشتقاته اللاحقة، التسميات الأخرى، كانت هذه هي الضربة القاصمة في ظهر الثورة السورية. أنا أعتبر أن هؤلاء يمثلون الثورة المضادة، هؤلاء لم يخدموا إلا نظام الأسد. لماذا؟ لأنهم أعطوا كل التبريرات لهذا النظام. النظام كان يقول عندما كانت الثورة سلمية، فقط سلمية، باعتراف حتى بشار الأسد نفسه لما قال أنه خلال 6 شهور كانت سلمية. حتى عندما كانت سلمية والنظام السوري كان يصفهم بالإرهابيين، صاروا إرهابيين. عندما كان يقول أنها ثورة إسلامية سنية إلى آخره، هؤلاء الثورة المضادة، العرعور وأشباهه، زهران علوش، كل التفصيلات الأخرى، هؤلاء قدموا الأدلة وكأنهم يبررون
لبشار الأسد، وكأنهم يعطون الدليل على أن كلام بشار الأسد ونظامه المجرم كانوا يقولون الحقيقة. الثورة السورية التي لم يكن في بدايتها تفريق بين عربي وكردي، كانت ثورة لكل السوريين، ومسلم ومسيحي كذلك. مسلم ومسيحي. لم تكن هذه الطائفية، وحتى الشعارات والعبارات الطائفية التي قيلت كلها كان مصدرها تصنيع أجهزة المخابرات السورية، حينما كانوا يقولون العلوي على التابوت والمسيحي على بيروت إلى آخره، يعني كلها تصنيع أجهزة المخابرات. فنحن في بداية الثورة حينما كانت هناك جمعة آزادي، جمعة الحرية، حين قدم الشهيد مشعل تمو لروحه السلام، حين لم نكن نفرق بين عربي وكردي، كلنا أبناء قضية واحدة، ثورة واحدة تجمعنا. إنما هؤلاء هم من جاءوا كثورة مضادة ضد آمال الشعب السوري، كرديه وعربيه وشركسيه وأرمنيه، علويه ومسيحيه وسنيه، لا فرق. كنت أقول منذ بداية الثورة حين أسأل عن موضوع الطائفية في سوريا، حين تتكلمون عن طائفية توجد طائفية، ولكن كيف وما هي؟ في سوريا طائفتان، طائفة النظام وطائفة الشعب. طائفة النظام فيها من كل الطوائف، وطائفة الشعب طائفة الثورة أيضا فيها من كل الطوائف. فعن أي طائفية تتحدثون؟ الطائفية هي مرض فقط بعقول الناس الطائفيين. إذا كان النظام السوري طائفي ويعمل على تطييف الثورة، فيجب ألا نخدع ويجب ألا ننجر، لأننا عندما ننجر إلى النفس الطائفي والتعامل الطائفي فهذا يشكل انتصارا للنظام. النظام تفضل. يعني كلامك هذا ذكرني انه ما بعد سوريا، ما قبل الثوره وما بعد الثوره، لسنا محتاجين الى اعاده تعريف لبعض المصطلحات كالهويه الوطنيه، الهويه القوميه، كالانتماء نفسه، تعريف الانتماء. يعني صرنا بحاجه يعني. لا شك صديقي، الثوره من اهم الاشياء التي افرزتها هي انها طرحت علينا هذا السؤال الوجودي عن كينونتنا، عن ماهيتنا، عن أهمية إعادة النظر، عن أهمية إعادة النظر بكل الموروث السابق من مصطلحات سياسية وشكل سياسي. كنا نعيش حقيقة في حالة ما قبل المواطنة وما قبل الوطن. لم نكن في يوم في ظل هذا الاستبداد الذي لم يقتصر فقط على بدء الثورة وما بعد. هذا الاستبداد عمره منذ مجيء البعث ومجيء حافظ الأسد المجرم الأول الأكبر الذي أسس لكل هذا الخراب، ووصولا إلى هذا المعتوه المنفصل عن الواقع بشار الأسد الذي لا يخجل حينما ذهب إلى مجلس الشعب في بداية الثورة السورية، وكان الكل ينتظر منه أن يقدم العزاء للشهداء المدنيين الذين سقطوا في درعا آنذاك. خرج وهو يضحك دون أي إحساس، والأمس كان يضحك يقهقه. وكرر نفس المسألة منذ يومين في كارثة زلزال حلب.
وسط الكارثة ووسط الناس المصابين هو يضحك. هذا منفصل عن الواقع، هذا مجرم سادي. يعني صدقني الخنازير لا تفعل أفعاله يعني. حتما نحن بسوريا الابتلاء الكبير لم يبدأ مع هذا الزلزال. هذا زلزال طبيعة، يعني لا حول ولا قوة. هذا أمر يحدث في كل زمان ومكان على مستوى الإنسانية، على كل الكرة الأرضية. هذا أمر طبيعي لا خلاف. في المصائب نتحد، نتفق، نشحذ الهمم، نحاول أن نفعل شيء. ولكن كارثتنا نحن كشعب سوري ممتدة على الأقل منذ بدء الثورة السورية السلمية، وهذا الرد القمعي الوحشي غير المسبوق ولا على أي مستوى. يعني أنا أتابع مثلا الوثائقيات التي تتحدث عن الفترة النازية. نعم هناك أهوال كبيرة جدا ارتكبها النازيون بحق اليهود وصولا إلى الهولوكوست، ولكن في نظام بشار تفوق حتى على النازية في اختراع أساليب هو استفاد منهم تماما، واستفاد من الستالينية، واستفاد من كل دكتاتور سيء في هذا العالم وأضاف إليه. نحن السوريين أصبحنا نترحم على هتلر يعني. تصور. يعني يعجز الكلام حقيقة عن التعبير عن مستوى الكارثة التي نعيشها كسوريين جراء هذا النظام قبل الكارثة. ورغم ذلك العالم كله يتلذذ بآلامنا للأسف. يعني من كان يحارب النازية الآن هم يمدون بشار بحكمه يعني للأسف. بالنسبة للعالم يجب يعني أن نفهم بشكل بسيط جدا وبشكل موضوعي. العالم عندما لا يعرف فقد نكون نحن المقصرون. ربما نحن قصرنا بإيصال صوتنا، ربما قصرنا بإيصال صورتنا، ربما قصرنا بشرح الحقيقة، ربما العالم لا يعرف. ولكن الآن وتأكيدا لكلامك، هذا العالم الذي يتلذذ العالم يعرف. العالم ليس بحاجة إلى أي أدلة جديدة على إجرام النظام. يعني بعد صور قيصر أي أدلة تحتاج؟ بعد الكيماوي على الغوطة ماذا يعني أي أدلة تتحدث؟ المجازر، القتل، مين ربك ولاك؟ بشار ربك؟ الأسد أو نحرق البلد؟ العالم مكتفي من الأدلة. ولكن السؤال لماذا هذا العالم يتجاهل موت الشعب السوري؟ لماذا هذا العالم يترك هذا الشعب فريسة لهذا النظام ومخلفات هذا النظام؟ الرقة تذهب إلى داعش تقيم عليها خلافة ومقر خلافة. لماذا؟ كيف؟ من الذي أعطاهم الحق؟ من الذي قال لهم أن الرقة بيئة حاضنة لهؤلاء؟ مثلا هذا كله إن عدت بالأمور إلى بداياتها، إلى الأسباب الأولى، تجد أن النظام هو شر البلاء الأول، هو المسبب الأول، هو وث الأبيض ورأس العين، وكيف الاحتلال التركي يمارس أبشع ومرتزقته من الفصائل المسلحة الإرهابية أبشع أو أفظع أنواع الاضطهاد. يعني حتى البشر والحجر والشجر ما سلم من إجرامهم يعني. تماما. يعني اليوم هناك فيما يتعلق مثلا خطر على بالي مسألة عفرين والجنديرس والمناطق التي هجر أهلها وجاء لاجئون من سوريا ومن مناطق أخرى ووضعوا مكانهم. يعني لا أعرف التفاصيل الكاملة، ولكن هذا ذكرني يعني اتفاق ما بين النظام وأردوغان يعني.
تمام، تغيير ديموغرافي. هذا ذكرني بجريمة ارتكبها نظام الأسد، حافظ الأسد الأب، في حماة. قبل أكثر من 30 سنة. يعني عندما أقام البحيرة على سد الفرات، مناطق كاملة غمرت بالمياه، وتم ترحيل وتم اقتلاع أهلها والقذف بهم إلى القامشلي والحسكة وتلك المناطق، وجعلوا منهم سياجا في وجه أخوتهم الأكراد. هذه لعبة بغية سياسية فتنة عربية قذرة. كردية طبعًا، بدنا بغية فتنة عربية كردية. طبعا هذه خطوة لم تكن مصادفة وليست بريئة. فهذا النظام الذي يفكر بهذه العقلية منذ الأب المقبور إلى الابن المعتوه نفس العقلية. يعني لا حول ولا قوة لهذا الشعب المغلوب على أمره. أستاذ فرحان، في ظل كل ما ذكرت من المآسي اللي فعلًا يقشعر لها الأبدان السوري، في ظل ما عانيناه وما زلنا نعانيه، والله يلطف بنا بالقادم الأعظم يعني. يعني ما الخطوات المطلوبة من الإعلاميين السوريين عامةً في القيام بواجبهم الحرفي الكامل حتى نصل معًا لبناء الإنسان والوطن السوري المنشود؟ عندما أتكلم الآن عن الإعلام السوري فأنا أستثني الإعلام الرسمي السوري، لأنه هذا يعني أنا شخصيا غاسل إيدي منه، خلص هذا خارج المعادلة. ولكن عندما أتكلم عن الإعلام السوري فأنا أناشد كل إعلامي سوري حر وشريف ما زال لديه عقل نظيف وضمير حي أن يلتزم الأمانة والموضوعية والمهنية في تسليط الضوء على المناطق المنكوبة. ما دمنا الآن طبعا نتحدث عن النكبة، نكبة الكارثة، أن يسلط الضوء على المناطق المنكوبة بدقة وبموضوعية. كل ما هو بحاجة إلى مساعدة إنسانية يجب أن يشير إليه، ذكر كل التفاصيل بالإضافة إلى رصد كل الانتهاكات. أنا أعلم أن من يعملون في المناطق التي تخضع لسيطرات متنوعة أيضا لا يمتلكون كامل الحرية، لأنهم أيضا يعيشون نفس أجواء الرعب التي يعيشها الصحفي داخل مناطق النظام. أقصد الصحفي الحر الذي يريد ولكن السيف مسلط على رقبته. ولكن في ظل هكذا أوضاع هناك طرق عديدة يستطيع من خلالها الصحفي أن يوجه الرسائل ويشير ولو بالإشارات إلى السرقات والنهب والفاسدين والعصابات. هناك عمليات ممنهجة. يعني لا أريد أن أخيف الناس، ولكن حتى على مستوى الأفراد الذين ينجون من تحت الأنقاض، سواء أطفال أو أكبر من ذلك، هم أيضا غير آمنين. يحكى عن احتمالات خطفهم، لأنه بيقول لك أنه خلص ضاعت الطاسة. يعني انعدام الضمير الإنساني والوجدان الإنساني لدى الجشعين قد يتيح لهم فرصة التفكير بالاستفادة حتى من هذه الكوارث. لذلك على وسائل الإعلام أن تتحرى المصداقية، الموضوعية، الأمانة، الأخلاقية بالدرجة الأولى. على المراسلين الابتعاد عن المناظر المجانية. هناك مناظر موت مجانية، هذه لا تفيد، هذه
تؤذي المشاعر، هذه لا ينقصنا. خلص، عندما تتكلم عن زلزال الناس تعرف ماذا يعني زلزال، تأخذ لقطات بعيدة، صور بعيدة، أوكي. ولكن أن تظهر لي صورة شخص مقسوم نصين، طاير جزء منه، حرام، حرام بالمعنى الإنساني. يجب ألا يكون هدف الصحفي هو البحث عن سبق صحفي على حساب القيمة الأخلاقية. القيمة الأخلاقية، نحن بشر، لدينا قيم، لدينا اعتبارات، يجب على الصحفي أن يأخذها بعين الاعتبار ولا يعمل إلا بهديها وبظلها. يعني باختصار دون نسيان دور الإعلام الأساسي اللي هو في بناء الإنسان والأوطان المنشودة الحرة الكريمة. طبعا نحن يعني خصصنا هذا جزء فقط عن الحديث عن النكبة، ولكن نكبة الكارثة، ولكن الرسالة الإعلامية يجب أن لا تنسى وأن لا تغفل شحذ الهمم ومنح الثقة وإعطاء التفاؤل للناس. ليست الكارثة نهاية الكون، ليست هذه الكارثة هي يوم القيامة. كل يتذكر طائر الفينيق السوري الذي نهض من تحت الرماد. نحن نثق تماما بأن شعبنا قادر على النهوض من تحت كل هذه الأنقاض. هذه الأنقاض سيأتي يوم وستزول وستزال، وسيشافى الجرحى، وسندفن موتانا بأرواحهم السلام والرحمة، نتشارك العزاء، نتشارك الواجب، نحاول أن نفعل أي شيء. أن تشعل شمعة يا صديقي في هذا الليل الداكن خير من 1000 قصيدة شعر. بالضبط. أن يقوم السوريون الآن، أهالي الضحايا، أهالي المنكوبين، بإعلان وقفات في كل أماكن وجودهم، في أوروبا، في أمريكا، في كل مكان. وهذا ما أطلقته اليوم على صفحتي كاقتراح. تعالوا نتفق على يوم محدد نقف فيه كلنا، نحمل صور الكارثة، نحمل شموع، نقول أننا متضامنين مع أهلنا السوريين، العرب والكرد وأخوتنا الأتراك. يعني هذه حالة إنسانية، هذه نحن في حضرة الموت، يجب أن نفعل شيء. خلي هالعالم اللي حوالينا، نحن موجودين بأوروبا. هكذا نحن السوريين، رغم أنه أردوغان هناك حتى في الزلزال اللي ضربوا، يعني هاجموا القوات العسكرية الأردوغانية، هاجمت المخيمات السوريين وطردوا قسم منهم، وهناك فيديوهات منتشرة يعني على السوشيال ميديا كيف العنصرية لدى أردوغان يعني طردت السوريين بكل مكوناتهم، يعني من خيام. للأسف يعني العنصريين من الأتراك لم يحترموا حرمة الموت، لم يحترموا حتى حرمة الموت وحتم التاريخ. تكون هذه رسالة لمن اعتمد على أردوغان بأنه محرر ومساعد الثورة السورية. يعني للأسف الشديد، يعني هذا الولاء يعني غير المبرر، غير المفهوم، هو لا يتسع الحديث الآن. يعني نحن في مقام آخر، ولكن موقفنا معروف من هؤلاء. يعني بكل الأحوال، اليوم أنا قرأت بوست نشرته على صفحتي، أخرجوا أحد العالقين تحت الأنقاض، فكان ساكت، حكوا معه، حكى بالعربي، قالوا له ليش ما كنت تصرخ، ليش ما كنت تحكي، ليش ما كنت تعلن عن نفسك؟ شو قال؟ قال أنا سوري وأنا ما أعرف أحكي تركي، خفت إذا يجوا المنقذين وبيعرفوا إني سوري بيتركوني وما بينقذوني. تخيل. وحصلت هيك حالات، يعني تخيل هذه الحالة، حالة الرعب بسبب العنصرية. يعني أنا سمعت أول امبارح بأنه بعض العنصريين الأتراك قاموا بإخلاء
الفنادق من السوريين ليضعوا محلها بالضبط، أتراك. بالضبط. طيب يا أخي، نحن نتشارك معكم في الكارثة، نتشارك معكم في المصيبة. يعني ليس وقت هذه الممارسات العنصرية. يعني اتقوا الله، يعني بالضبط. اتقوا الله بأخيكم الإنسان. ليس وقت أن تقول هذا غير تركي وهذا عربي وهذا يعني. للأسف الإنسان كقيمة أصبحت شبه معدومة لدى غالبية البشر يعني. للأسف هذا من أستاذ يعني من فرحان، سوء حظنا. الوقت تجاوزنا السؤال الأخير. تفضل. نعرف جميعا بأن مدينة عفرين تعرضت لحملة تعريب وتتريك بعد احتلالها من قبل تركيا، وأصبح الكرد أقلية في مدينتهم التاريخية، وذلك لأجل تغيير ديمغرافيتها. وبعد الزلزال المدمر صار المرتزقة ينادون بكل وقاحة عنصرية المساعدات للعرب الأحرار. هاي الجملة يعني ترددت كثيرا وفيديوهات بسوشيال ميديا كثيرة يعني. ولكن بعد دخول قوافل مساعدات الجمعية الخيرية البرزانية للجنديرس وعفرين لم يفرقوا بين العربي والكردي. ماذا يوحي لك ذلك، وكيف يحتم على الإعلام السوري على الإعلاميين السوريين تكريس ذلك الروح الكردية الإنسانية؟ يعني إذا كان هذا الكلام أطلقوا بعض الغوغاء فهم غوغاء، إذا قالوا بعض اللصوص فهم لأنهم لصوص. أما أن يقوله إعلامي فأنا لا أتخيل أن يكون هناك إعلامي إلا إذا كان مأجورا. الإعلامي قاله جماعة تحديدا حمزات وعمشات وأخواتهم. تمام. هؤلاء وقسم للمستوطنين عوائلهم يعني من المستوطنين. يعني شوف، في النهاية هذه الموجة ستنجلي، هذا الغبار سينجلي، وستعود الأمور يوما ما إلى حالتها الطبيعية، وتعود الأشياء إلى حقيقتها. الكردي يبقى كردي في أرضه، والعربي يبقى عربي في أرضه. وهذا التلاعب بمصائر البشر هذا مرفوض وغير مقبول يعني. لكنها الكارثة التي نحصد ثمارها، والتي توجت أخيرا بكارثة الطبيعة الزلزال. أستاذ فرحان، يعني أنت لاحظت كيفية دخول الجمعية الخيرية البرزانية بتوجيه من الرئيس مسعود بارزاني تحديدا، يعني 13 قافلة، يعني مئات الأطنان من الأدوية والمساعدات حتى إلى مناطق التركية وثم في عفرين وجنديرس، وطالبوا النظام بأن يسمحوا حتى للمناطق الأخرى. هذا ماذا يوحي لك هذه القافلة التي يتحدث عنها العالم يومين يعني بعد وصول؟ صديقي، كل جهة تحاول وتفعل وتقدم شيء لنجدة الملهوفين والمنكوبين ترفع لها القبعات وتقدم لها آيات الاحترام. هذا الفعل الذي تحدثت عنه، هذه القوافل التي تحدثت عنها القادمة من كردستان العراق باتجاه الشمال السوري، هي خطوة رائعة ومهمة. وفي المقابل أيضا اليوم دخلت كما علمت من خلال فيسبوك، يعني نشروا فيديوهات أيضا لقوافل من دير الزور، من عشائر دير الزور، وأيضا وصلت إلى الشمال. السوري مجبور بسوري، يعني أنا تماما. مجبور بسوري. من العار أن تفرق بين سوري وسوري في هذه المنطقة أو تلك. يعني أنا المساعدات التي تقدم إلى المناطق الخاضعة للنظام، اعتراضنا ليس على أنها ستتوجه إلى الناس المحتاجين من أهلنا في مناطق النظام، أبدا. الاعتراض هو فقط لأن هذا النظام غير مؤتمن، هذا النظام لص. وحكيت في البداية أنه يعني كيف ترك وبدأ يبيع. أما كل إنسان، كل جهة، كل دولة تقدم مساعدات
ونيتها صادقة باتجاه الجميع فهي مرحب بها. وبالأخير يعني يجب أن نشكر، وهذا يعني ما يجب أن نذكره منذ البداية، أخذنا الحديث بالاستطرادات، يجب أن نوجه التحية لكل العاملين على الأرض، العاملين على الإنقاذ. أتوجه بالشكر بالدرجة الأولى إلى جماعة القبعات البيض، هؤلاء الجنود المجهولين الذين يقومون بجهود جبارة بإمكانيات بدائية بأيديهم، ساهموا بإنقاذ العديد. تركيا بكل الأحوال دولة، هذا يعني أن لديها إمكانيات، أما بسوريا داخل مناطق النظام لا توجد دولة. مات الناس في اللاذقية وفي طرطوس وفي جبلة ولا إنقاذ. في شمال غرب سوريا يموت الناس لقلة الإمكانات سوى المتبرعين. نكبتنا كبيرة، نوجه التحية لكل من يقدم فعل الخير عينيا ماديا ولو بكلمة من ضمير حي. وتحية هنا الآن وصلنا خبر أنه هناك قوافل سعودية وصلت إلى جنديرس وعفرين. كل الشكر للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على ولكل من يساهم في إنقاذ أو مساعدة شعبنا بقدر المستطاع. أستاذ فرحان، طبعا أسئلتي خلصت. إذا كان لك كلمة الأخيرة فتوجهها لشعبنا السوري في ظل هذه المأساة الكارثية. ككلمة أخيرة أتوجه إلى الشعب السوري العظيم بكل طوائفه، بكل شرائحه، بكل المغلوبين على أمرهم في الداخل السوري المحتل وفي المناطق التي يسمونها المحررة وهي ليست محررة. إلى كل إنسان سوري، عليكم أن تأخذوا العبرة وتقفوا مع ضمائركم. الضمير الحي يعشق الحرية، الضمير الحي يعرف الحقيقة ويعرف القاتل ويعرف المجرم، يعرف من شرده، يعرف من قتله، يعرف من تسبب له بكل هذا الخراب. وشكرا لاستضافتكم أخي سليمان، شكرا لأخي عبد الباقي من خلف الكواليس، عبد الباقي الحسيني الصديق الأديب ومخرج هذه الحلقة. شكرا لكم جميعا لمشاهديكم في كل مكان. جزيل الشكر لك. طبعا مشاهدي الكرام، باسمكم نشكر أستاذ فرحان المطر. طبعا لا بد من نذكر أنه تنويه هناك عن الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، أيضا قاموا بدورهم وساهموا بالتبرعات سواء نقدية أو عبر التبرع بريع كتبهم الأدبية لضحايا الزلزال، والتي تباع في مختلف معارض الكتاب بكل أنحاء العالم. وأنا شخصيا رغم آلام مرضي السرطان والكيماوي الذي أخذته اليوم، أيضا أردت أن أشارك إعلاميا بنقل آلام أهلنا في عفرين وجنديرس والساحل وكل منطقة تعرضت من وطن سوريا لهذه المأساة. لربما يصل صوتنا لنزيد في حجم التبرعات لعلنا نخفف من هول مآسي شعبنا المنكوبة منذ عقود وليس اليوم. جزيل الشكر لك أستاذ فرحان المطر مرة ثانية على وجودك معنا. كل الشكر لكم مشاهدي بيف تي في الأكارم. أستاذ فرحان ابقى معنا، سنبقى 5 دقائق تحت أتمنى لك الشفاء العاجل صديقي، وأحيي إصرارك على إجراء هذا اللقاء رغم أنك ما زلت تعاني. أتمنى لك الشفاء. جزيل الشكر لك، وإلى لقاءات أخرى، ويكون وطننا وشعبنا في حياة أفضل، حياة حرة كريمة، لنبني الإنسان والوطن السوري الحر الكريم. دمتم بخير وبرعاية الله.